النجم الكبير محمد صبحي في مرفوع مؤقتا من الخدمة. رحمة وفضل ونعمة، جري حليم وحكمة، وحتى في قلب الليل في برضه حتة نجمة. لو كنت مش مسموع والصدق بقى ممنوع، ساعتها اقول مرفوع مؤقتا من الخدمة. دكتور فني اعظم جد، سرك ايه بالايه وزد في الانجاز فوق الالغاز، ده انت الاستاذ فوق التوهيد. حياتنا كانت حب وطيبة، حاجات جميلة وطعمة، وكنا نعرف معنى العيبة ومعنى شرف الكلمة. فهمني الموضوع، ده انا قايدة قلبي شموع، علي خلاص مرفوع مؤقتا من الخدمة. رحمة وفضل ونعمة، جري حليم وحكمة، وحتى في قلب الليل في برضه حتة نجمة. مرفوع مؤقتا من الخدمة، بطولة سلوى محمد علي، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، وريهام إبراهيم، بالاشتراك مع شريف محسن ودليدة حسن. في السوفت وير هنج واحترت، وشكلي داخل على ريستارت. فرمت ولا يهمك على شرط، ابقى النصيب والاسمع. علي خلاص مرفوع مؤقتا من الخدمة. أشعار أحمد درويش، الألحان للموسيقار شريف حمدان. مرفوع مؤقتا من الخدمة، للكاتب والمخرج أيمن فتيحة. عمو زغلول، انا زعلانه على بابا قوي. ما تخافيش يا إنجا بنتي، بابا فخري هيبقى زي الفل. أنا عارفه من 50 سنة وأكتر، وكنا بنتعلم منه بالقوة والثبات. أنا فرحان إن حضرتك رجعت مصر بعد السفر الطويل، يمكن عشان تقف معانا في الأزمة دي. طبعا يا خالد، فخري ده أخويا، وهتشوفه أول ما يشوفني وأخبطه نكتتين هترجع له الذاكرة على طول. اهلا 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 بالغالي، عامل ايه يا صديق العمر؟ تمام، انا تمام، وانت تمام اهو، فاكرني يعني؟ هو انت تتنسي يا راجل؟ ده انا اعرفك من 50 سنة واكتر، مهما كنت سافرت بره سنين طويلة. بابا انت كويس؟ طبعا يا خالد، خالد يا حبيبي يا خلودة، يا خلودة ما تطمنيهم يا هند. انا فرحانه قوي قوي يا بابا ان الذاكره رجعت لك. انا قلت ان فخري اقوى من النسيان. انا هكلم الولاد، ما تعرفش احفادك كانوا زعلانين عليك ازاي. قول لهم كنتوا بتتعلموا مني ازاي القوة والثبات يا بهلولتي. بهلول؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا فخري؟ مش ده اسم الدلع بتاعك من 50 سنة؟ زغلول بهلول. لا طبعا، البهلول قال. شكلك كده فقدت الذاكرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. هتبقى انت وفخري في يوم واحد. هو وفخري مين؟ برافو 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 عليا، عرفت امثل عليكم. اخصى عليك يا بابا، لو انت كنت بتمثل علينا انك فاقد الذاكرة؟ لا طبعا لا، انا كنت بمثل دور اللي اسمه فخري ده، عشان كان في شاب هنا بيقول انه مخرج ووعدني اني همثل معاه. وانت تعرف يا بهلول الراجل السخيف اللي اسمه فخري ده، وكل شوية يتكلموا عنه. يا جماعة اهدوا اهدوا، اكيد هنوصل لمواقف مفهومة من المذكرات ونمثلها مع جده. التفسيرات للطلاسم والالغاز بتاعت جده هتفرق في السيناريو، وبدل ما يحس انه عاش الموقف ده قبل كده ممكن يحس انه بيمثل حاجة غريبة عليه. طب بقول لكم ايه، احنا ممكن نحط في اي موقف محفزات للذاكرة، اسئلة بقى احنا عاوزين نقولها له، يمكن يجاوب عليها من غير ما يحس. حلوة قوي الفكرة دي يا نعمة، ايه رأيك؟ وانا موافق عليها كمخرج للعمل. لا، حكاية موافق ومش موافق دي ما تنفعش، احنا كلنا شركاء في جده. ما هو لازم يا نعمة يكون في حد بيقود المهمة برضه،
وفضل مخرج سينما بجد. الله، اول مرة تقول كلمتين حلوين في حقي. على فكرة يا كريم، هشوفك بأدوار مميزة. وانا يا فضل عاوزة دور حلو. انا بطلة فرقة المسرح في الكلية. لا انا مش همثل، انا هشتغل المخرج المنفذ. مخرج المساعد او مساعد المخرج. المنفذ قال. احنا هنختلف عن المسميات من دلوقتي. يا باشمهندسة نعمة، انت ما تعرفيش تفرقي بين الكاميرا والميزانسين. ايه ده، هي دي غير دي؟ يا جماعة خلونا ندور في المذكرات على مواقف لجده بدل ما نتخانق على التتر. انا شايف ان النخلة وسط البحر جده كان يقصد بيها وجود الامل وسط الماء المالح. وليه بقى مش العكس يا استاذ فضل؟ يقصد الصعوبات اللي هي الماء المالح تحيط بالنجاح اللي هو النخلة. يا لهوي، احنا لو هنقضيها كده يبقى قبل ما جده يخف هنكون احنا اللي فقدنا الذاكرة. هو فين؟ راح فين؟ طمنوني عليه. قالوا لي ان الدكتور كان عنده. حضرتك بتسألي على مين؟ بسأل على مين؟ الدكتور فخري، جاري يا حبيبي، يعني اللي ساكن قصادي يعني. فخري مفيش حد هنا بالاسم ده. ايه دي؟ اذا الكلام ده؟ ايوه، مش انت يا بنتي الشغاله اللي عنده؟ والنبي اشتكى لي منك ومن غباوتك. مين ده اللي اشتكالك مني؟ فخري. هو فين؟ لغايه ما ترجع له ذاكرته ويفتكر هو مين ما تقدريش تاكدي ان في حد هنا اسمه فخري. فخري فقد الذاكره، يعني نسي الخبيزه والبصاره اللي كنت بعملهم له بايدي. اكيد يعني مش هينسى عمره كله ويفتكر الخبيزه، ولا ممكن الذاكره تتمسح وتفضل فيها البصاره. المهم ما ينساش افلامي الحلوه. انا عايزه اشوفه، عايزه اطمن عليه. هو فين؟ هو دلوقتي عنده تصوير ايه؟ بيعملوا فيلم عن حياته، سيرته الذاتيه. بعد اذنك بقى عشان راجع دوري. ايه؟ تراجعي ايه؟ هو انت هتمثلي؟ انا اللي لازم امثل مش انتي. فين المخرج؟ سكوت! ايه الدوشه اللي بره دي؟ انا عاوز هدوء. فضل، انا طنطك جليله جارة جدك، عاوزه امثل. في الشغل مفيش طنطك. ادخلي جهازي، لبسوها هدوم العفريته. عفريته ايه؟ انتوا هتعملوا الف ليله وليله؟ دي عفريته طلعت لكوكب وهي راحت تقابل فخري لاول مره. طيب ممكن اعرف ابعاد الشخصيه، خاصه الابعاد النفسيه وتطور المنحنى بتاعها عشان اشارك في احداث تصاعد. ما هو ده اللي جايبك ورا، انت سببتي تصاعد في ضغط دمي. اتفضلي كلمي المساعدين. تعالي يا طنط جليله. الشغل هنا ما فيهوش طنط، تناديها باسم الشخصيه. تعالي يا عفريته. الله، حلوه عفريته دي، رجعتني 50 سنه، قصدي 20 سنه لما كنت طفله. 20 سنه بالظبط. يلا انا جاهز. كل ده وقت تضيعوه في المكياج عشان تخلوني شاب عندي 23 سنة؟ ما انا في الطبيعي عندي 25 سنة. فرقت يعني السنتين دول؟ الاسئلة دي بتضيع الوقت، والشمس بتضيع مني. الشمس ايه ولا اللي بتضيع منك يا استاذ؟ احنا بنصور داخلي. المشهد جنينة بس على كروما، وماشية خضرة تتحول في المونتاج لأي مشهد. ايه ده؟ هو حضرتك فاهم في التصوير؟ ايوه، ما تعيش علينا لما اروح اراجع الدور. الشمس بتضيع منه. انا كدكتور شمس تحليلي للي قاله المريض فخري من معلومة هامة ان ذاكرته تتأرجح، لكن معلوماته قد تكون حديثة في وقت ما وقد تكون قديمة في وقت آخر. أفادك الله يا دكتور شمس. والله أنا ما فهمت حاجة يا أستاذ. الكلام مفهوم، أكتبه لك على روشتة. إذا كنا ما فهمناش وحضرتك بتحكي، هنفهم بقى لما تكتب روشتة بخط الروشتة. خلاص يا جماعة، الشمس هتروح منه، الحقوه. كده كنت 17/5 خطة علاج جدهم اللي اسمه فخري. الجرعة الأولى مشهد حديقة الأورمان مع تتهم. أيوة تتهم، مش هي تتهم. أيوة تتهم كوكب. يلا أول مرة. هي إيه 17/5 دي؟ عديها بقى وخلينا ندخل في الشغل. طب 3 2 1 and action. كده كت 10 مرة.
اند اكشن. دي كانت تالت او رابع مرة بشوفها صدفة. ما كناش لسه نعرف بعض، انا وكوكب في حديقة الأورمان وسط الزهور والاشجار واصوات العصافير. هوا جميل، هدوء هدوء هدوء. الكازوزة طاري على قلبك يا فندي. بس عندك ايه نشربه؟ اكيد مش عصير اصلا. طيب خلاص، هاتي ازازتين كازوزة. هتشرب ازازتين لوحدك؟ هيجيبولك مغص. ما انا مش لوحدي. مفهوم طبعا. انا والعذاب وهواك عايشين لبعضينا، يعني المفروض يبقوا 3 ازايز كازوزة، انت والعذاب ولا مؤاخذة هواك. خدي امسكي دول. يلا اتكلي على الله بقى دلوقتي اتطرقي. ماشي، انا كوني مفهومية برضو. الكازوزة طاري على قلبك يا فندي. بونسوار يا هانم. اقف عندك يا مجرم، بتعاكس بنات الناس وتقول لهن كلمة قبيحة. بونسوار. سيبه يا شويش، هو ما يقصدش. هو مين اللي خلى جليلة تقوم بدور جدتي؟ ما اسمهاش جدتك، اسمها كوكب. انت لسه واخد بالك؟ ما لقيناش يا سيدي لبس عفريت ولا هند عرفت تمثل دور كوكب. طيب خلينا نكمل. هو ازاي فخري بيه مش شايف ان جدتكم كوكب كانت المفروض تبقى شابة في المشهد ده؟ كويس انه ما عملش عملية المية البيضاء، حاجات كتير عنده بقت شبه بعضها. شايف شهامة بنت الناس بتقول انك ما كنتش تقصد، عاوزة تشيل عنك التهمة. انت فهمتني غلط يا شويش بلبوع. تقبل حد يقول كلمة زي دي لاختك؟ بونسوار. لا وجايب لها كازوزة. هي الدنيا حصل فيها ايه يا ناس؟ قدامي على الاسم. سيبه يا شويش، ده خطيبي. ايوه انا خطيب الانسة. لو انت من دلوقتي نسيت اسمها، امال لما تتجوزها هتعمل ايه؟ ده هي اللي هتنسيك اسمك. هو بس خجلان يقول اسمي قدامك يا شويش. يعني انا اطلع منها؟ انا لازم اكمل التحقيقات. لو كان خطيبك قوليلي في وداني اسمه ايه؟ اسمه وانت تعالى هنا قولي في ودني التانية اسمك ايه؟ انا اسمي. اقف عندك منك ليها. انتم بتخدعوني. هي تقول اسمك سراج وانت تقول اسمك فخري. ما هو انا اسمي فخري بس الدلع سراج. لا ما هي ما تجيش كده. هو اسمه فخري بس هو السراج اللي بينور حياتي. ولو اني مش مقتنع بس عجبتني سراج وفخري. طب تعالى انت بقى يا عم اللي بتنور في الضلمه انت، وفي وداني كده قول لي اسمها ايه؟ اسمها. وانت تعالي في ودني التانية قولي لي اسمك ايه؟ انا اسمي. اقف عندك منك ليها. وقعتوا المرة دي ومعايا الدليل. ايه بتخدعوني؟ هو يقول ان اسمك ابتسام وانت تقولي لي اسمك كوكب. عندك كوكب فعلا. انت كوكب حياة بحلها. نسيت. يمكن اسمك كوكب بس بيدلعوك ويقولوا لك يا ابتسام. لا هو انت اسمك كوكب بس هو بيعتبرك كوكب السعادة والابتسام. بالظبط كده، برافو عليك يا شويش. ولو اني مش مقتنع بس هحفظ التحقيق. بس اعرف انها حمتك من حبس يجي 6 شهور. البونسوار قال جيل ما ترباش. عشان تحبسني بقية العمر احبسني في قلبها. لو كان سمعك بتقول كلمة زي دي كنت ممكن تاخد فيها مؤبد.
وعشان اخد مؤبد بيد ممكن اجي اشرب الشاي مع والدك امتى؟ ها؟ بكرة الساعة 5. طيب تعالي اقفي. طيب بس نتكلم. بقول لك ايه، بتجري ليه؟ الجزمة طلعت، الجزمة طلعت. لا مش هقف، لا مش هقف. انا لازم هقابله بكره وبعد بكره. يا سلام على الاغنيه الجديده بتاعت الست ام كلثوم، كانها غنتها لي النهارده. الله، لكن انا ما عرفتش بقيت اسمها وساكنه فين وهشرب الشاي مع ابوها ازاي. ايه ده؟ فردة حذاء. هدور عليكي حاره حاره وبيت بيت وفرده فرده. كات جود شوت. يلا جهزوا مشهد الجواز. ثانية واحدة بس، المشهد ده فيه غلطة. أغنية أم كلثوم هقابله بكرة كانت سنة 1946. معنى كده إن جده دلوقتي عنده فوق 100 سنة. دي رؤية مخرج يا باشمهندسة، عاوز أبين إزاي كانت الناس لطيفة في الأربعينات. إزاي يعني؟ إحنا بنتكلم في السبعينات. ما تيجي تخرجي أنت، تعالي والله. ما هو الموبايل دلوقتي بيمنتج، يعني أي حد يقدر يقول أكشن. لا يا سيدي، إحنا هنا بقى مش بنخدم على موهبتك، إحنا عاوزين نرجع الذاكرة لجده فخري. خلاص أنا هتصرف في المونتاج. اللي بعده يلا، عاوز مشهد الجواز. فخري يدخل يطلب ايد كوكب من ابوها والمأذون مستنيه على الباب. ابوها هيوافق فيكتبوا الكتاب على طول. في مشهد تاني اهم، فخري عرف بيت كوكب ازاي؟ ده تحصيل حاصل يا كريم، هيعرف بيتها ويتقدم لها. لو كان تحصيل حاصل ما كنتش خليت فردة الجزمة تتخلع منها زي سندريلا. يا جماعة انتوا خبرتكم الفنية محدودة معدومة. الحاجات دي بتبقى توابل العمل. يلا انا هقفل الحلقة دي لغاية هنا، وبكرة ندخل في الحلقة الجاية. مذكرات جده فخري كده هتدمر قصة سندريلا، ودي قصة عالمية. على فكرة دي قصة مسروقة من الأدب المصري القديم. سندريلا هي رادوبي، والبردية موجودة في المتحف البريطاني. تحب أقولك اسم البردية؟ اسمها شيستر بيتي. هذا الكلام ده تقوليه بقى في برنامج جولة الكاميرا. ليه يا أستاذ فضل هندمر قصة رادوبي؟ المشهد اللي فات فخري قابل كوكب صدفة في حديقة الأورمان، قبل ما يعرف بيتها اتكسفت وجريت، وقعت منها فردة جزمتها. ومكتوب في مذكراته ازاي يدور على حبيبته كوكب لغاية ما لقاها. لما هيمثل ده ممكن في لحظة ترجع له الذاكرة. ايوه، ودراميا بقى محتاجين نعرف هو وصل لبيتها ازاي، والمشهد مكتوب وجاهز. الناس بعد ما يشوفوا المشهد ده هيقولوا طب ما الامير كان عمل مع سندريلا زي ما فخري عمل مع كوكب. بقول لكم ايه، ما تيجوا نعمل المشهد ده عشان اخلص من افكاركم. يلا المشهد اللي بعده. يا رب يا جدو تفتكر بقى. 3 2 1 and action. 5 4 نطح الطور اكشن. مساء الخير يا استاذ، التزم باللي مكتوب ماشي، ما تقولش حاجه تانية. اتفضل. مساء الخير. مساء النور، اي خدمة؟ ايه الفردة اللي في ايدك دي؟ دي فردة لقيتها ولقيت معاها امانة ولقيت عليها بادج المحل بتاعكم. وريني كده. ايوه فعلا، احنا اللي عاملينها في الورشة بتاعتنا. طيب ممكن اعرف مين صاحبة الصون والعفاف اللي فصلتها عندكم؟ لا، احنا مش بنفشي اسرار زبايننا. انا مش جاي مستشفى مجانين اسأل عن الملف الصحي النزيل عندك. دي جزمة كانت ماشية بيها في الشارع قدام الناس بالفردتين. مش عارف، انا بدأت اتعاطف معاك. خلينا اشوف المقاس وراجع الكتالوج واشوف مين اللي طلبت الموديل ده. مسألة بسيطة وسهلة خالص. اكيد اسمها ومقاس رجلها معروفين عندكم، لان جسمها قد رجلها، يعني ما بتلبسش جزمة، بتلبس برطوشة. ارجوك بسرعة لاني مشتاق وبي لوعة. تقول ايه يا استاذ؟ بقول مشتاق لمعرفة الحقيقة. خلاص بكرة هتكون عندك المعلومات اللي طلبتها. بكرة؟ امري الله. طيب ما فيش لوكاندا قريبة من هنا؟ هو انت جاي من محافظة تانية؟ لا، لكن قلبي مش مطوعني اروح من غير ما اعرف الجزمة دي بتاعت مين. لا ده الموضوع كبير جدا. خلاص هعتبرك كشف مستعجل علشان شكلك محترم ورايح في الدغري. ساعة واكون جايب لك دغ الموضوع ده.
طيب خلاص، انا هدور على حد لغايه ما تجيب لي عنوانها. بتدور على مين تاني؟ هدور على حد يزغرط. وعلى ايه؟ ازغرط لك انا. قط يا ولية، بريك، وبعده مشهد جديد. يا رب بابا يفتكر. طبعا يا عمته. يا رب يا رب خلي جده فاقد الذاكرة يومين 3 كمان، نكون صورنا شوية ماتيريال تنفع ولو فيلم قصير. فخري، شفتني وانا كوكب؟ انا حبيبتك صح؟ انت مش كوكب، انت جليلة. ايوه انا جليلة. انت افتكرتني؟ انا حبك الاولاني. لا، انا ما حبيتش غير كوكب ولا يمكن انساها. ياه، هو ده بس اللي فضل في ذاكرتك ومش فاكر انك حبيتني؟ فعلا انا حبيتك. ايوه كده، اعترف ولو مرة واحدة. زي ما بحب كل الناس حبيتك زي جارتي. وليه ما حبيتنيش زي جارتي انا؟ كوكب كنت بشوفها كل يوم وهي بتوصلك لغاية الباب، تدعي لك يومك يبقى سعيد، وانا اقول امين يا رب حتى لو كان بعيد عني. انا مقدر مشاعرك، وعلى قد ما هي مسببه لي سعاده، على قد ما انا زعلان اني سببت لك كل الالم اللي بتحكي عنه. وليه مش عايز تقرب مني حتى بعد كوكب ما ماتت؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ كوكب ما ماتتش. عارفه انها هتفضل عايشه في قلبك، ولسه عايشه طبعا. انا لسه مقابلها بحديقه الأورمان وعرفت عنوانها وهطلبها من ابوها للجواز. كوكب اللي قابلتها في جنينه الأورمان دي تبقى انا. لا انت كنتي في حديقه الحيوان مش في الأورمان. عمرك ما هتاخدي مكان كوكب. مش قادره اكمل. خسارة ان المشهد ده ما صورناهوش. مشهد طبيعي ما كناش عاملين حسابنا عليه. بس جده افتكر طنط جليلة وقصة حب لتيتا كوكا. في الشغل مفيش طنط وجد وتيتا. استنى، انت هتعمل فيها مخرج يالا؟ وكمان اللي افتكروا انك عامل فيها مخرج لا افتكر انك مخرج ولا افتكر انك حفيده. يعني حضرتك افتكرت فخري؟ استنى جدو، انت بتعيط؟ انا اسف يا ولاد. انا كنت هخون جدتكم، كنت هرتكب جريمه في حق كوكب. انا الكلام ده كاتبه في مذكراتي. انا افتكرت من اللي خليتوني اقوله في المشهد اللي فات. الحمد لله، الحمد لله على السلامه يا جدو. يا جدو، الحراره وصلت، الشبكه جمعت، ما بقتش مرفوع من الخدمه. اخلص يا ولد اخلص. انا طول عمري مخي شبكه موحده. طب بسرعه يا جدو بسرعه، الموضوع بتاع البنك ورقم حسابك السري. رقم ايه وسر ايه يا ولا؟ وايه علاقه البنك بمشهد بنمثله؟ ايه ده جدو؟ مش حضرتك افتكرت جليلة؟ وانا هتسأل ايه؟ الممثله اسمها جليله وبتمثل معانا. طيب مش حضرتك افتكرت حبك لجدتنا كوكب؟ اكيد، ما هي طالعه في دور جدتكم، وانا عامل دور جدكم فخري اللي بيحبها واللي انا مش عارفه اصلا. لا بقى، انت قلت انك كنت هتخونها. ولا افهم، انا كفخري اللي انا بعمل دوره كان هيخونها لو سمح لواحده تتسلل لقلبه. لكنك قلت انك كاتب ده في مذكراتك. انا كفخري اللي انا بعمل دوره قلت له اقول كده، لان كل اللي قلته مكتوب في مذكرات فخري اللي انا بعمله كاني فخري وما بعرفوش، لان اللي بتعملوه ده اسمه بصراحه ازعاج. جدو يا اما افتكر وبيلعب بينا، يا اما اللي بنعمله ده ما فيهوش فايده. معقول ما تعرفوش ان ابوكوا فخري كان شغال لبيس ومساعد لنجم كبير لما كان عنده 18 سنة؟ هو كان دايما يحكي حكايات، بس يعني للأسف ما كناش بنركز معاه. وحضرتك عرفت منين يا عم زغلول؟ انا ياما رحت معاه المسرح. طب انتوا عارفين شخصية عم ايوب المشهورة؟ فخري كان هو المسؤول عنها، لبسها واكسسواراتها في 40 ثانية بس. وبس بقى يا ستي، النجم حب فخري وفخري حبه وراح معاه في كتير من اعماله. هو ده الكفاح اللي بابا بيقول لنا عليه. ما هو انتوا لو اهتميتوا تقروا مذكرات ابوكم كنتم هتعرفوا عنه حاجات حلوة كتير. بصراحة احنا اللي غلطانين. لما كان بيجي ياخد رأينا في حاجة كتبها كنا دايما نحسسه اننا مش فاضيين،
مش فاهمين يعني لا كنتم فاهمينه قبل ما يفقد الذاكرة ولا فاهمين مذكراته عشان ترمموا بيها ذاكرته. عين علينا يا أبهات، بنشد عيالنا لحياتنا شد وما يقربوش مننا غير لما يحسوا بخطر. ما احنا كنا قدامكم. يا سلام يا سلام، انا حاسس من جوايا اني ممثل فعلا. طبعا ده انت اقنعتنا جدا بأدائك. ده انا عندي شخصيات كتيرة هتحفكم بيها مخزنها هنا في دماغي. واشمعنى الشخصيات دي اللي لسه فاضلة في دماغك؟ بس يا كريم ويا ريت توافق يا فخري اننا نقول لك يا جدو. وانت مين؟ استني من فضلك. ايه اللي بيقولوه ده؟ يا ريت توافق يا ايه؟ يا فخري. اوافق على ايه؟ نقول لك يا جدو. انت ازاي يا نعمة تقولي لي يا فخري اصلا؟ ايه عشان احنا بنمثل ان انت جدنا. ايه الكلام الفارغ ده؟ بقى حفيدتي مهندسة المستقبل اللي كنت فخور وانا بقدم لها في الكلية بنفسي وجبت لها مسطرة حرف تي خشب مقل ميزان طبيعي تقول لي يا فخري؟ ايه؟ انا مش فاهمة حاجة. وانت يا رحمة يا أديبة المستقبل اللي كنت بجهز البدلة عشان اروح معاكي للبروفا الجنرال المسرحية اللي انت بطلتها، مش تقولي لها عيب؟ جدو انت افتكرت يا جدو؟ افتكرت ايه؟ وايه اللي انتوا بتقولوا ايه اللي بتقولوه ده؟ لا سيبوني بقى، انا مصدع قوي. بص بقى يا جدو، لو انت فقدت الذاكرة وبتمثل ان الذاكرة رجعت لك قول لنا. ولو الذاكرة ما راحتش اصلا وكنت بتمثل انك فقدتها قول لنا برضو، ريحنا عشان خاطري. سكوت، عايز شوية سكوت. ايه الكراكيب اللي عاملينها في بيتي دي معدات تصوير، اكيد فضل هو اللي ورا المصيبة دي. كلمولي ابوه ابني خالد وخلوا بنتي حبيبتي هند تيجي بسرعة. جدو رجع. ايه جدو رجع دي؟ وانا كنت رحت فين؟ كنت رحت في حتة؟ لما ادخل المكتب اكتب بقية مذكراتي. طيب ابوس ايدك ما تجيب لي سيرة البنك والفلوس لا يفقد الذاكرة تاني. سيبه ساعتين 3 الذاكرة تثبت وبعدين ابقى اسأله يا سيدي. فين بابا؟ ايه ده بس يا باشمهندس خالد، سيدي فخري بخير. خالد بابا كويس. طيب الحمد لله. هو انتم سايبين الواحد وقاعدين هنا ليه؟ هتعرف دلوقتي. لما خالد يوصل خليه يدخل لي فورا. انا جيت يا بابا. هند هو في حاجة؟ انا قالوا لي ان الذاكرة رجعت له. ايه مالكم؟ انا كنت متخيل الحالة هتبقى احسن. روح شوفه عايز ايه. طيب خير يا بابا، طمني عليك. ايه ده نهلة؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انت ازاي تكلم مراتك بالاسلوب ده قدامي؟ انا علمتك كده؟ شفت يا انكل، هي دي طريقته معايا، ولما ما لقيتش حل طلبت الطلاق. الكلمة دي ما تقولهاش تاني. كل شوية طلاق، طلقني، اطلقك، يتطلقوا. الكلام ده ما كناش بنسمعه في زماننا، كنا بنحافظ على بيوتنا. بابا انا ونهلة متطلقين من 3 سنين، وعلى فكرة بقى قلت لنا نفس الكلام ده وقتها. ايه؟ نو نيفر ايفر سيفر، نو 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 نو. متطلقين من غير ما تقولوا لي؟ اللي انا عارفاه ان هو قال لحضرتك. يا بابا انا قلت لحضرتك ساعتها وانت عاصرت كل المشاكل اللي وصلتنا لده. انت طلقت مراتك؟ طب ولادك؟ ولادي كبروا. تقوم تعذبهم؟ ما تكملش معاهم الرحلة؟ نسيبهم في نص الطريق وما نفرحش بالزرعة لما تكبر والشجرة لما تثمر؟ يا بابا كل الكلام ده جميل، بس انا مش عارف حضرتك ليه فتحت الموضوع ده تاني. طول عمر انكل فخري بيقف في صفي. نهلة لو سمحتي، اكيد في ظروف صحية مخلينا نتكلم في الموضوع ده دلوقتي. انا انكل فخري اتصل بيا ولولا كده انا ما كنتش جيت. اخرجوا دلوقتي، اخرجوا، روحوا اقعدوا في اي مكان، اتغدوا مع بعض، اتكلموا، مشكلتكم دي لازم تتحل. حاضر، تمام يا بابا. يلا يا نهلة، هو ايه اللي جرى لبابا؟ ده زي ما يكون فعلا مش عارف اللي حصل. يلا يا خالد، جاتلك على الطبطاو يا عم، قضية حجر صغيرة تنقل ثروة ابوك باسمك، بس انت بقى ابقى سد 5 مليون جنيه اللي عليك. اطلعي بره يا بابا يا ماما، ارجوكم بلاش تتخانقوا دلوقتي. انا مش هتخانق خالص، مراعاة لظروف جدكم الصحية.
باي. تعالي يا هند. عاوزني يا بابا؟ ايوه تعالي. لما اشوف حكايتك ايه. بقالي كتير ما شفتش نبيل جوزك معاكي، لا تكون انت كمان اتطلقتي ومخبيه عليا. بابا نبيل جوزي مات من 5 سنين. ازاي وانا مقابله من شهر تقريبا؟ هو الشهر اللي فات كان سنة كام؟ ومعقول الشهر اللي فات يبقى عدى عليه اكتر من 5 سنين؟ يا جماعة الدكتور قال ذاكرة جده هتبقى جزر منعزلة. احنا دلوقتي في جزيرة غير الجزيرة اللي كنا فيها قبل كده. معقولة نبيل يموت في الجزيرة ومن 5 سنين؟ من 5 سنين يعني امبارح. طب والعزا امتى؟ العزا بكرة؟ لسه هنستنى 10 سنين. مرفوع مؤقتا من الخدمة. شكلها لسه هتحمى بعد ما كانت نسمة، على كل حال هنشوف لو لينا عمر واسمة. صدقني لو موجوع حق الديليت مشروع، ساعتها اقول مرفوع مؤقتا من الخدمة. ساعتها اقول مرفوع مؤقتا من الخدمة. بطولة أحفاد فخري منسي، محمد فهمي دياب، تغريد النجار، عبدو بكري، ليلى عبد القادر، والطفل حمزة السعيد. العقل خزنة بكلمة سر، والذكريات صوت فيها يور. افهم كده ان انت مصر وراك ولابد تقر. انا لو غلطت في دوسة سر مفيش هنا لو او اما، عقلي خلاص مرفوع مؤقتا من الخدمة. مع الأبطال محمود عامر، عادل شعبان، شوقي المغازي، نسمة محمود، نادر نور الدين، محمد دياب، أحمد الشويش، فادي الطحان، طارق دياب، وليد بدر. ضيف الشرف عمر زهران. مرفوع مؤقتا من الخدمة. التسجيل والمونتاج كريم قمحاوي. مونتاج الأغاني محمد فتحي. المعالجة الدرامية سمر سعيد لطفي. المخرج المنفذ رانيا مجدي، سمر أبو شويكة. إنتاج الإذاعة المصرية الهيئة الوطنية للإعلام. مرفوع مؤقتا من الخدمة. للكاتب والمخرج أيمن فتيحة.